خليني اقول لك حاجه ممكن تزعل ناس كتير. انت ممكن تكون شغال بقالك سنتين، 5 سنين، او حتى 10 سنين، وبرضه ولا انت جونيور ولا انت سينيور، انت توتوريال ديفلوبر. وخلي بالك، دي مش شتيمه، دي مرحله، ولو فضلت فيها كتير هتقف مكانك. طيب خليني اقول لك يعني ايه توتوريال ديفلوبر. توتوريال ديفلوبر هو شخص ذكي مجتهد حافظ سينتاكس، بس دايما محتاج فيديو او ارتكل او حد يقول له يعمل ايه، او ستاك اوفر فلو او تشات جي بي تي بطريقه ما. اول ما الحاجه دي تبقى مش واضحه او مش مشروحه او حتى جديده، بيحصل له شلل، لانه تعود يتعلم ازاي ينفذ مش ازاي يفكر. طيب ليه المرحله دي خطيره؟ الخطوره مش انك تفضل توتوريال ديفلوبر، الخطوره انك فاكر نفسك سينيور او فاكر ان السوق ظلمك وانت في الحقيقه لسه بتنفذ مش بتقرر. المشكله ان السوق مش محتاج ناس تنفذ، محتاج ناس تمنع المشاكل. وده السبب الرئيسي ان سي فيز كتير جدا بتترفض وانترفيوز بتقفل بدري. مش عشان انت مش شاطر، علشان تفكيرك لسه توتوريال. خلينا نعيد تعريف الجونيور والميد والسينيور، بس تعريفات حقيقيه مش زي اللي موجوده على لينكد ان. الجونيور بيغلط بس فاهم ليه غلط، والميد بيشتغل لوحده وبيعرف يسأل السؤال الصح، اما السينيور بيشوف المشكله قبل ما تحصل. التوتوريال ديفلوبر بقى مستني تاسك او مستني كونفرميشن. الفرق مش في عدد السنين، الفرق في المسؤوليه الذهنيه. تعال هديك مثال واقعي عشان تحسب التاخير لموظف. دي فيتشر. التوتوريال ديفلوبر بيسال اكتب الكود فين، لكن السيستم ديفلوبر بيسال التاخير ده بيتحسب بالدقيقه ولا بالساعه. في سماحيه. طب ايه حدود الحدود اللي بتدي بعديها التاخير؟ بيتخزن ولا بيتحسب وقت الطلب؟ قبل ما يكتب كل ده، قبل ما يكتب سطر واحد كود. هنا الفرق. البرمجه قرار مش سينتاكس. طب ليه الكورسات بتخلق التوتوريال ديفلوبر ده؟ خليني اكون عادل، الكورسات مش وحشه، بس اغلبها بيشرح الحل مش المشكله، بيديلك النتيجه مش الطريقه، فانت تتعود تشوف الكود مش تفكر قبله. وده طبيعي على فكره، بس خطر لو ما خرجتش منه. امتى تعرف انك بدأت تخرج من مرحله التوتوريال ديفلوبر دي؟ هتعرف انك بتطلع من المرحله دي لما تبدا تقلق اكتر، لما تسال اكتر وتقول استنى قبل ما اكتب الكود، لما تحب تفهم المشكله مش بس تحلها. دي لحظه التحول من مبرمج بيكتب لمبرمج بيبني. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الدوت نت، بس مش الويب فورمز ولا الدوت نت كور ولا الماوي ولا الكلام ده. هنتكلم دوت نت بطريقه تفكير الدوت نت. ولو انت حسيت ان الفيديو ده لمس حاجه جواك، صدقني انت مش متاخر، انت بس ابتديت تفهم. لو عايز تكمل معايا الرحله، انت عارف انت تعمل ايه. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.